كلنا مر علينا في حياتنا لحظات سببت لنا وجع كبير قوي، سواء نفسي أو جسدي، وفضل معلم جوانا مهما الوقت يمر، ما بيتنسيش أبدا. على طول فاكرين إن ده بيبقى ابتلاء من ربنا بسبب إن احنا وحشين، أو ربنا بيعاقبنا بسبب ذنب. فكرتوا قبل كده تسألوا نفسكم، هو ممكن الألم ده يكون نعمة من ربنا ونعمة كبيرة قوي؟ هو ممكن الألم ده يغير حياتي؟ في حلقة النهاردة هنتكلم ازاي الألم ده نعمة كبيرة احنا مش واخدين بالنا منها. ولو بتسمعوني لأول مرة، أنا ياسمين وده ياسمين's كورنر. ولو مش مشتركين في القناة اشتركوا علشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة. أغلبنا من واحنا عيال صغيرة المجتمع زارع جوا دماغنا فكرة ان الألم أو الابتلاءات هو عقاب من ربنا لينا دايما. لكن ليه محدش جرب يعلم عياله ان الابتلاء أو الألم هو نعمة كبيرة قوي من ربنا؟ كتر التفكير بنظرة تشاؤمية وسلبية، وان انا ربنا مش بيحبني، وان انا دايما بتعاقب، وان انا دايما عندي ابتلاءات، ودايما حياتي صعبة، فبيخلي الواحد يوصل لمرحلة ان هو عنده يأس ويضعف ايمانه ويدخل في مرحلة اكتئاب وعدم ثبات واستقرار نفسي. طب ليه ما نجربش نغير تفكيرنا يبقى بنظرة ايجابية، يبقى بطريقة فيها ثقة وايمان اعلى بالله؟ ربنا سبحانه وتعالى اسمه الرحمن الرحيم، فحاشاه عز وجل ان هو يظلم حد او يقسى عليه كده عشان بيكرهه خلاص. ربنا سبحانه وتعالى قبل ما بينزل اي ابتلاء علينا بينزل الرحمة قبلها. وربنا عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها. يعني ايه؟ يعني مفيش حاجة ربنا هيبتليك بيها الا وعارف ان انت قوي وهتقدر تعديها وهتقدر تطلع منها. لكن ربنا بيبقى عايز يسمع صوتنا، عايز يسمع دعائك، عايز يقربك منه ويفكرك ان انت في رحلة وهتنتهي، وان مش هي دي الحياة الابدية، مش هي دي الجنة اللي احنا هنعيش فيها. الحياة كده كده صعبة وكلها أوجاع، بس الواحد لازم يرضى ويبقى عنده إيمان بالله وثقة بالله إن أي حاجة ربنا بيبتليني بيها هي رسالة غير مباشرة، هو درس ربنا بيعلمني وبيربيني. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في حديث قدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي. فأحسن حاجة منطقية إن أنت تقابل كل وجع وكل ابتلاء في حياتك بصدر رحب. أهلا بالدروس الجديدة، الحمد لله على نعمة الألم. ركز انك تتعلم ربنا ابتلاك الابتلاء ده ليه، ووجعك ليه، وعايزك تتعلم ايه. حتى لو انا مش فاهم دلوقتي، مع الوقت هفهم. وبلاش نصعب على نفسنا الحياة اكتر ما هي صعبة. يعني مفيش حاجة مستاهلة ان انا افضل اتشائم واحزن واقهر في نفسي. الحمد لله على كل حاجة، الحمد لله في السراء والضراء. ربنا ما بيجيبش اي حاجة وحشة، كل ابتلاء هو خير من ربنا ورحمة من ربنا. انتوا متخيلين ان في نسبة كده من الناس في الدنيا ربنا خلقها فقد اصلا الاحساس بالالم؟ الاحساس بالالم ان احنا متضايقين منه قوي وشايفينه حاجة مغاصة علينا حياتنا، او مش مخلينا عارفين نكمل حياتنا واحنا متوجعين وعندنا حاجات وجعانة معلمة في قلوبنا. في ناس اصلا مش عارفة تحس، فقد الاحساس تماما. الاحساس بالالم هو تحذير من ربنا لينا، ربنا بينبهك ان في خطر او في حاجة غلط مش مظبوطة، فانت محتاج توقف وتراجع حساباتك في اللي انت بتعمله. او بيبقى تحذير من جسمك الناحية الفسيولوجية ان ربنا بيحذرك من اذى او من حاجة غلط بتحصل. ففي كل الاحوال هو رحمة كبيرة قوي من ربنا. يعني مثلا لو انت اتخبطت في حاجة، ربنا بيخليك تتوجع علشان تحس ان في حاجة قدامك، او تخلي بالك وانت ماشي. لما تيجي تحط ايدك على النار بتتلسع وجلدك بيحس بالألم علشان توقف وتبعد ايدك بسرعة، بينبهك من اي خطر وبيحميك. نفس الكلام بنقابله مع الناحية النفسية او الناحية الروحية. ربنا بيخلينا نقابل ناس تأذينا او توجعنا وتسبب لنا ألم وصدمات في حياتنا، علشان يعلمك ان انت لما تمر بنفس الموقف ده بعد كده وتقف على رجلك وتطلع من حالة الحزن والقهرة والانكسار اللي انت فيها، وتبقى انسان جامد وقوي. لما تقابل الناس دي تاني تفكر بعقلك، تقول لا انا مش هغلط نفس الغلط ده تاني علشان مرجعش لنفس الألم الصعب قوي اللي انا مريت بيه. وهنا بيكون الألم ده تسبب ان هو هيغير حياتك بعد كده، هيخليك قوي مش هيضعفك. بيقولوا ما يقع على الشاطر. فانت لما تقع وتتكسر وتتعلم وتقف على رجلك وترجع اقوى، يبقى انت كده اثبتت ان انت مش ضعيف، وتحديت نفسك وغيرت في شخصيتك واكتسبت مهارات جديدة. اغلب الشخصيات الكبيرة الناجحة اللي بنشوفها في حياتنا، اللي بنحس ان هم قد ايه اقوياء وقد ايه جامدين، هتلاقوا الماضي بتاعهم كله جروح والام. مفيش حد مر بظروف سهلة والدنيا كانت ماشية معاه وردي الا وكان ضعيف وهش، ما عندوش اي خبرات، ما عندوش اي تجارب في الحياة انها تعلمه ان هو يبقى قوي.
لكن هتلاقي اللي اتحط في ظروف صعبة، اللي مر بتجارب قاسية، اللي اتوجع واتكسر كتير وقام واقف على رجله تاني بنفسه، هو ده أقوى واحد في الدنيا، هو ده اللي بيقدر يحمي نفسه في الدنيا. وده بالظبط اللي ربنا عايز يعلمه لنا، ان احنا ما نبقاش عاملين زي القش نتكسر بسهولة. ربنا عايزك قوي وما بيحبش ابدا المؤمن الضعيف. انتوا كمان احكوا لي ايه التجارب اللي مريتوا بيها كانت قاسية مؤلمة جدا في حياتكم، لكن غيرت في طريقة تفكيركم وفي شخصياتكم وشفتوا ازاي انها نعمة. عايزة افكركم بس دايما ان احنا نعود لساننا وقلبنا وروحنا ان احنا دايما نحمد ربنا على اي ابتلاء يحصل لنا، على اي حاجة تسبب لنا ألم، حتى لو حاجة كبيرة قوي مش قادرين نتخطاها بسهولة. من نعمة ربنا ان هو بيرزقنا النسيان وبيخلي الوقت يداوي اي جروح جوانا. فالحمد لله ان ربنا بيبعت لنا ورا القسوة والوجع الكبير ده حكمة ومعنى لحياتنا. وحطوا دايما في بالكم ان انتوا مهما اتوجعتوا مهما وقعتوا وكسرتوا هتقدروا تقوموا تاني وهتبدأوا صفحة جديدة وحياتكم تبقى احسن من الاول. لكن مفيش مكان للضعيف في الدنيا دي، خليكوا دايما اقوياء وتعلموا من الرسائل الغير مباشرة والمباشرة من ابتلاءات ربنا لينا. كده نكون خلصنا حلقة النهاردة، اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله.